السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله نتوما وليداتكم. وصفتنا اليوم دجاج في الفرن بواحد الشرموله اللي ذاقها عندي الصراحه كتعجبو وكيسولني على الوصفه ديالها. اليوم قررت نشاركها معكم باش حتى نتوما تجربوها ان شاء الله. يلا معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال هذا الدجاج في هذا الفيديو. بسم الله نبدا. بالنسبه للمكونات عندنا الدجاج، انا غنستعمل الدجاج الرومي، تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الدجاج متوفر عندكم. عندي هنايا بابريكا، كركم، ابزار، زنجبيل. الا عندكم الزنجبيل فريش من احسن فريش، حك واحد المعلقه كبيره تقريبا. عندي هنايا بهارات ديال الدجاج، انا استعملت كاري ديال الدجاج. هنايا عندي الملحه، معلقه كبيره ديال الموطاد، وعندي الثوم مهروس، عندي قزبر والمعدنوس، وعندي تقريبا حامضه وعصير حامضه ونص، وعندي الصويا صوص. الصويا صوص كتجي فيها زوينه بزاف، تقدروا تستغناو عليها. وإلا عندكم حتى الهريسه، انا ما متوفراش عندي، حتى هي كتجي زوينه في هاد التتبيله. بسم الله. غادي ناخذ هاد المكونات كاملين. بهارات، هاد التتبيله الصراحه كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه، واللي ذاقه صراحه كتعجبو. انا متاكده حتى نتوما غادي تجربوها غادي تعجبكم. غتعتمدوها لانها صراحه كتجي لذيذه بزاف، اللي جربوها وعجباتهم. والصويا صوص قلت لكم تقدروا تستغنوا عليها، ولكن حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. غادي نخلطوا هادشي مزيان. انا غادي نستعمل يدي، تقدروا تستعملوا ليغات على حساب العطريه. اللي ما كيبغيش يحرك بيدي، انا زعني نخدم بيدي بزاف. الريحه ديال هاد التتبيله الصراحه راه غزاله، باقي كاع ما كليناها، ولكن راه ريحتها بنينه بزاف. غادي نجيب الدجاجه ديالي وغادي ندخل فيها التتبيله مزيان على هذا الشكل. وبالنسبه لمكونات الحشوه، عندي هنايا فيرميسيل مسلوقه مقطعه، عندي هنايا الفطر او الشامبينيون صوتيته في شويه الزبده كيف شفتوا في الفيديو. وهنا في واحد المقله غادي نسخنها وندير فيها الفطر او الشامبينيون، 2 معالق كبار ديال الزبده، شويه ديال الملح والفلفل الاسود، وغادي نخلطهم مزيان كي كتشوفوا في الفيديو. غادي نغطيهم ونخليهم حتى يدبلوا على هذا الشكل، وغادي نخليه يبرد ونصفي منه شويه الزبده اللي باقا ونستعملوه في الحشوه. عندي هنايا الزيتون مقطع دوائر، عندي معلقه صغيره ديال السمن، وعندي ربع حامضه مسيره. غادي نجيب هاد المكونات ونخلطهم في هاد التتبيله اللي بقات لي على الدجاج. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. وهنا غادي نجيب الدجاجه ديالي وغادي نبدا نحط فيها الحشوه اللي صوبت. انا درت هنا حشوه زايده الصراحه، جات بزاف.
ها هي الدجاجه ديالنا من بعد ما عمرناها وسديت لها رجيلات زيرتهم مزيان غادي نغطيها وغادي نخليها واحد ساعه ونصف حتى تدخلها الشامونه مزيان وترقد مزيان. عاد نطيبها. هنا من بعد ما دازت ساعه ونص الدجاجه ديالنا خليتها ارتاحت مزيان وشربات هذيك الاقامه مزيان. غادي نديرها طيب. انا هنا كي شفتوا غادي نفرش ليها ورق الطبخ، غادي نجمعها فيه هو الاول. وغادي ندير ليها الالومنيوم من الفوق. على هذا الشكل. وغادي نجيب صفيحه الفرن اللي غنطيبها فيها وغادي نحط فيها على هذا الشكل. وغادي نجيب الماء وغادي نخويه في هاد صفيحه الفرن فوق ورق الطبخ على هذا الشكل واحد شويه. وغادي ندخلها الفرن مسخن مزيان من قبل وغادي نخليها ساعه ونص على حراره تكون متوسطه حتى طيب ان شاء الله. وملي طيب غادي نحيدوا لها هاد الغطاء وغادي نخليوها تحمر مزيان ونتلاقاو في التقديم. وهذه هي الدجاجه من بعد ما خرجتها من الفران وحيدت عليها ورق الطبخ والالومنيوم وسقيتها بنفس المرق اللي فيها حتى تحمرت مزيان. كيف كتشوفوا راه المنظر كيبان كيشهي وحتى المذاق. انا اكيد ملي غادي تجربوا هاد الدجاج بهاد الشرموله وهاد الطريقه غادي تعتمدوه دائما. انا رافقتها بخضر كيف كتشوفوا على هذا الشكل وانتم يبقى لكم الاختيار طبعا رافقوها باش ما بغيتوا. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم. ما تنسونيش من اللايك والكومنت والبارطاج والى اللقاء في وصفه جديده من مطبخ يسرى ان شاء الله.